في موضوع آخر، تمكنت فرقة أمنية مشتركة تتألف من عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء وفرقة الشرطة القضائية بأمن عين الشق بالدار البيضاء صباح اليوم من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة من ذوي السوابق القضائية يشتبه في علاقته المحتملة بجريمة القتل العمد باستعمال السلاح الناري التي راح ضحيتها نائب برلماني عن دائرة بن حمد حسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني. بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أكد أن فرقة أمنية مشتركة تتألف من عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء وفرقة الشرطة القضائية بأمن عين الشق بالدار البيضاء تمكنت صباح اليوم من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة من ذوي السوابق القضائية يشتبه في علاقته المحتملة بجريمة القتل العمد باستعمال السلاح الناري التي راح ضحيتها نائب برلماني عن دائرة بن حمد. مصالح ولاية أمن الدار البيضاء كانت قد عاينت مساء أمس في حدود الساعة 10 مساء جثة الضحية داخل سيارته الشخصية قبالة مسكنه، وذلك بعدما تعرض ل3 طلقات نارية من بندقية صيد كانت سببا مباشرا في وفاته. الإفادات الأولية بمسرح الجريمة حسب البلاغ تشير إلى أن سيارة خاصة سوداء اللون كانت تتربص بمحيط مسكن الضحية قبل أن يعمد ركابها إلى إطلاق 3 عيارات نارية في مواجهته ويلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة. وقد مكنت الأبحاث والتحريات الأولية مدعومة بالخبرات التقنية من تجميع قرائن مادية ترجح احتمال تورط شخص ينحدر من مدينة بن حمد في ارتكاب هذه الجريمة، على اعتبار أنه سبق أن وجه تهديدات للضحية بسبب خلافات شخصية تكتسي طابعا خاصا، وهم استدعى إفادة فرقة أمنية مشتركة إلى مسكنه بمدينة بن حمد وتوقيفه. وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه أسفرت عن حجز سلاحين للصيد وخرطوشات شبيهة بتلك التي استعملت في جريمة القتل، وقد أحيلت على مختبر للشرطة التقنية والعلمية لإخضاعها لخبرة باليستيكية للتحقق مما إذا كانت هي التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة. وأكد المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات الأمنية لا تزال متواصلة في هذه النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروفها وملابساتها ودوافعها الحقيقية. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب